عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم بحالكم؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وسلامة، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. معكم اخوكم مصدق بناخر. اليوم يا جماعة حنتكلم عن الموقع شات جي بي تي. هذا الموقع يا جماعة للآن ينافس جوجل، اللي انت ممكن تكتب فيه اي حاجة ويطلع لك جواب عليه دقيق بشكل غير طبيعي. بعض الأحيان ممكن يغلط، ولكن اغلب اجوبته تكون دقيقة وصحيحة. وهذا الموقع زي ما قلت لكم انه ينافس جوجل. جوجل بدأت تخاف منه، اللي احنا نعرفها طول عمرنا. عندنا اي حاجة نروح نكتب لجوجل، انا تعبان، كيف اكل، كيف اشرب، كيف اصرف، كيف اي حاجة كنا نحب نسأل عليها كنا نسألها جوجل. حاليا هذا تشات جي بي تي اصبح يجاوب على كل الاسئلة، واصبح كمان يطلع لك بحوث، تقارير اذا كنت تدرس في جامعة وين مكان، ويجاوبك على اسئلة ممكن تسأله اياها بطريقة هبلة زي ما نسألها جوجل ويطلع لك جواب دقيق. وممكن الجواب هذا يسعدك وخلاص تكون انت مقتنع بالجواب وتخرج وانت مبسوط. فخلونا الان نشوف مع بعض هذا الموقع. سالته انا يمكن 8 اسئله او 7 اسئله، جاوبني اجوبه عميقه، اجوبه قويه، وفي اجوبه كان فيها شويه اغلاط. سالته كمان عن عادات وتقاليد في بلدان معينه مثل دوله تونس، ولكن في اجوبه كانت صادمه. تعرفوا والله العظيم من شفت الجواب انا انصدمت. اولا من دقته، وفي اجوبه كمان كانت جدا سيئه. استغربت انا انه هذا الجواب خرج من هذا البرنامج او من هذه الصفحه. فعشان كذا يا جماعه خلونا ندخل مطول عليكم بالكلام، نشوف الاسئله ونشوف الاجوبه مع بعض. ليتس جو. زي ما نشوف يا جماعه الحين معانا هذا هو الموقع تشات جي بي تي. هذا الموقع اللي انت الحين تقدر تكتب له اي شيء ويرد عليك بالذكاء الاصطناعي. ما في انسان جالس يجيب لك المعلومات من الذكاء الاصطناعي ويرد عليك. خلونا نجرب مثلا نكتب له اي حاجه، ننزل شوف ردة فعله ايش حتكون. عذرا لا يمكنني فهم ما تحاول قوله. يمكنك كتابة السؤال او استفسار باللغة الانجليزية او العربية لأتمكن من مساعدتك. شفت ما فهم الكلام، زي كأنك تكلم شخص تقول له يا اخي، يقول لك يا اخي تكلم بشكل واضح عشان افهمك، انا ماني فاهم شيء، عشان اقدر اجاوبك تتكلم معي بطريقه واضحه. انا سويت لنا 5 أو 6 اسئله كتبتهم هنا من قبل، ونشوف الحين الاجوبه مع بعض. كتبتهم وخليتهم على جنب عشان ما نضيع وقت احنا نكتب الحين الاسئله. فخلونا نبدا ونشوف اجوبه البرنامج او اجوبه الموقع. هذه صح، هذا كمان برنامج تقدر تنزله على الايفون. ما اعرف اذا جوجل بلاي ممكن تنزله فيه او لا، بس على الايفون فيه، وكان يسوي اعلان انك تنزل برنامج وحيساعدك وكذا وكذا. فخلونا الحين ندخل نشوف الاجوبه الذي جاوبني عليها على اسئلتي. سالته اول شيء كيف يمكنك ارضاء الناس؟ تحقيق رضا الناس يتطلب الكثير من العوامل والجوانب المختلفة، ولكن هناك بعض النصائح العامة التي يمكنك اتباعها لتحقيق ذلك. الاستماع بشكل جيد عندما تتحدث مع الآخرين. حاول أن تستمع جيدا لما يقولونه، وأظهر اهتمامك واستعدادك لفهم وجهات نظرهم. تعامل بلطف واحترام. حاول أن تعامل الآخرين بلطف واحترام، ولا تنتقد أو تحكم فيهم بدون سبب وجيه. هذا اللي أنا دائما أواجه، ينتقدوني ويحكموا علي بسبب فيديوهاتي. يا أخي لماذا؟ أعطيني سبب اقنعني. بس زي ما شفتوا يعطيك نقاط كثيرة. معروف رضاء الناس غاية لا تدرك، ولكن هذه الأسباب ممكن تخليك تقنع المجتمع اللي حولك، ناسك، أهلك، أصحابك. كيف تتصرف معهم؟ إذا احترمتهم، إذا سمعت كلامهم، إذا حاولت كذا، ممكن أنك ترضيهم ويرضوك. فهذه الأشياء ممكن تكون منفعة بشكل كبير جدا للمجتمع اللي حولك. ما حتقدر ترضي العالم كله، بس في أشياء إحنا نتفق عليها كبشر، إن هي الاحترام، الاستماع، الأخلاق، الأدب. هذه الأشياء إذا اتبعتها ممكن ترضي كمية كبيرة من الناس. في بعضهم والله لو استمع هذه الأشياء كلها وسوي اللي تسوي ما تستفيد حاجة. اللي بعده ندخل للسؤال اللي بعده، واللي هو عادات إيجابية للشعب التونسي. سألته قلت أشوف إيش حيقول لي. قال الشعب التونسي لديه من العديد من العادات الإيجابية، ومنها الضيافة. تعتبر الضيافة جزءا من ثقافة الشعب التونسي، حيث يرحب بالضيوف ويعاملهم بكل مودة واحترام. هذا الشيء حقيقي. أنا نزلت تونس 4 مرات، الحين نازل 5 في الصيف، في شهر 8 إن شاء الله حكون في تونس. إذا عندك أسئلة، عندك أماكن لازم أروح أصور فيها، مواقع جديدة، أشياء حلوة ما صورتها ما رحتها، سليها على انستغرام. رابط الانستغرام بيكون موجود تحت صندوق الوصف، وإن شاء الله حنصور وحنروح ونطلع وننزل. تسامح. يتسمى الشعب التونسي بالتسامح والتعايش مع الآخرين، ويقدر التنوع الثقافي والديني. نعم الشعب التونسي يرحب بالغريب، يرحب بالشخص المختلف، وما عنده أي مشكلة مع الناس اللي تيجي من برا. يفرح بيهم، يونسهم، يسعدهم، يأكلهم، يبسطهم، يعمل كل شيء ممكن إنسان كريم يعمله. الصراحة هذا الشيء شفته بنفسي. ما تحس نفسك غريب في البلاد هذه، في تونس ما تحس نفسك غريب. وفي أشياء كثيرة هنا كمان قالت حاجات جميلة. يقدر الواحد إيش إنه
يتفرج عليها ويعرفها قبل ما يروح مثلا لتونس، أو عن عادات عن الشعب قبل ما يروح لعندهم، قبل ما يزور بلدهم. زي هنا تقدر تشوف تسوي لايك وتكتب ليش عجبك المقال أو ليش عجبك الجواب منه، أو تسوي ديسلايك وكمان إيش تقول له ليش ما عجبك وتوضح له، يعني مثلا ممكن معلومة غلط تصححها. الحين إلى العادات السلبية. مثل ما شفنا الإيجابية ممكن تقدر تشوف السلبية. أسوأ عادات الشعب التونسي. ما هو الحال في أي مجتمع آخر، هناك بعض العادات التي يمكن اعتبارها سلبية في المجتمع التونسي، وبين تلك العادات التأخير. يعتبر التأخير المواعيد والاجتماعات شائع في المجتمع التونسي، يعتبر ذلك من مشاكل الشائعة في التعامل مع الآخرين. للأسف الشديد التأخير حاجة موجودة تقريبا في كل الدول العربية منهم تونس، انه توعد انت شخص الساعة 4 يجيك الساعة 5 ويقول لك انا انشغلت، وانا هو يكون نايم بس انشغل ولا اي حاجة. فهذه مشكلة كبيرة صح تواجه كل الشعوب، اغلب الشعوب العربية، ما نقدر نقول كلها. والافراط في تناول المواد المنبهة. تستخدم بعض الاشخاص في المجتمع التونسي منبهات مثل القهوة والتبغ بشكل مفرط، وهذا يؤثر على صحتهم. يحبوا حاجه اسمها قهوه، يموتوا في حاجه اسمها قهوه. دائما الكافيهات مليانه، دائما شيشه، الاماكن اللي فيها الشيشه والقهوه هذه تحصل دائما مصدر مغناطيسي تجذب الشعب التونسي، تلاقيهم دائما موجودين. عدم الالتزام بالقوانين. تجاهل بعض الاشخاص في المجتمع التونسي القوانين واللوائح وتصرفون بشكل غير قانوني في العديد من الحالات. هذا الشيء في العالم كله، في اوروبا، في امريكا، في ايطاليا، في وين ما تروح في ناس يتجاهلوا القوانين ويسووا اشياء غير قانونيه، يا يمسكوا يدفعوا غرامه، يا ما حد يعرف عنهم ربنا يستر عليهم وتعدي امورهم طبيعيه. فهذا الشيء اجابه، يعني نقدر نقول انها اجابه تخص المجتمع، الدول كلها، العالم كله، المنظومه البشريه، ما تخص شعب معين او مجتمع معين. الافراط في استخدام التواصل الاجتماعي نفس الشيء. عدم الالتزام بالنظافه الشخصيه قويه، هذه ما توقعتها، يمكن ان يكون الالتزام بالنظافه الشخصيه صحه منخفضا في بعض الاحيان في المجتمع التونسي ما يؤدي لانتشار الامراض. واو، لا 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 لا. الشعب التونسي ما لاحظت هذا الشيء عنده ابدا 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 ابدا. شعب متطور، شعب مثقف، متعلم، خلوق، مؤدب، متسامح. يعني النظافة عندهم ما شفتها كذا أبدا، بالعكس متطورين، عندهم أماكن حلوة، أماكنهم نظيفة. ممكن تروح بعض القرى أو بعض الشوارع اللي تكون وسخة، وهذا شيء طبيعي في كل دول العالم. باريس، روح عند برج إيفل في باريس وشوف الوسخ. برج إيفل اللي يشغلون الحب وما حب وما أدراك ما الحب، موسخ كله أكياس تحته. أقسم بالله أني رحت باريس قرفتها، يعني حسيت في شعور في باريس ما حسيته حتى في تونس. فهذا الشيء مش دقيق ومش حقيقي. العنف الأسري موجود في كل الدول العربية للأسف الشديد، نحب نتخلص منه لكن مش بهذه السهولة، رغم ان احنا نتمنى نتخلص من هذا الموضوع. يعني إلى متى؟ إلى متى؟ ابنك الصغير اوكي بام 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 اضربه شويتين طبيعي، تربية اوكي، من هذا الكلام كلنا ضربنا احنا صغار، بس خلاص لما تكبروا زوج يضرب زوجته، ووصلت الحين ابن يضرب امه وبنت تضرب امها. يعني لا، ما في شيء، ما في شيء يستحق في الدنيا هذا كله اللي جالس يصير حاليا. والله تشوف فيديوهات تجنن، ليش هذا كله يا ناس؟ ليش؟ فاهمين موضوع التربيه غلط. الفساد، يعتبر الفساد من المشاكل الكبيره في المجتمع التونسي، يؤثر على الحياه السياسيه والاقتصاديه للبلاد. الفساد كمان يعتبر اجابه سطحيه. في كل دول العالم فيها فساد، كل دول العالم فيها فساد، سواء كان سياسي او كان اقتصادي او كان فيها فساد، الشعب مفسد، فساد موجود في كل مكان، ما حد يقول له ولا يقول له. تستحق تونس الزياره، هذا الحلو في التطبيق مثلا او الموقع، انك تقدر تساله على اي دوله في العالم. تستحق تونس، تستحق الجزائر، تستحق اليمن، تستحق لبنان، تستحق الاردن، تستحق اي دوله تكتبها حيطلع لك ليش تستحق. نعم تستحق تونس الزيارة، إذ تتمتع بثقافة غنية وتاريخ عريق يعود لحضارات القديمة، وتتميز تونس بشواطئها الجميلة ومواقعها الأثرية. يعني إذا أنت بس كان يهمك شواطئ تقرأ هذه، والله واو عندنا شواطئ جميلة، أوكي أدخل أبحث. تسأله، إذا سألته الحين ما هي أجمل الشواطئ حيرد عليك مثلا. ويمكن الزوار أيضا تتمتع بالطبيعة الخلابة في تونس، هنا حيرد عليك وغيرها. مثلا الأثرية الهامة مثل قرطاج الأثرية وموقع المدينة القديمة في توزر وغيرها. بالإضافة إلى ذلك فإن الثقافة التونسية تتميز بتنوعها وتأثيراتها العربية والأفريقية والأوروبية. يمكن للزوار تجربة العديد من المأكولات الشهية والحلويات التقليدية التونسية. يعني يعطيك أمثال، يعطيك أشياء جميلة. أهو صحاري وجبال وبحار، المنتزهات الوطنية واستمتاع بالعديد من الأنشطة.
في رد منطقي وفي رد غير منطقي، في اشياء معروف انت كانسان راح ترد ردود غلط تكون غير منطقيه، ما يسمعك واحد يقول ايش يقول هذا. فالردود الغير منطقيه او غير دقيقه تقدر تسوي لهم ديسلايك، تكتب لهم لا يا حبيبي والله انت غلطان وخلاص، وين رحنا وابا يهرب. فتقدر تقول له انت غلطان وخلاص تعدي. وهنا عندنا آخر سؤال، ما هو معنى السعادة؟ السعادة هي حالة شعور إيجابية تجاه الحياة والذات والمحيط أو المحيط بالفرد، وهي تمثل في الشعور بالرضا والسرور والاستقرار النفسي والراحة الداخلية والتوازن العاطفي ومن هذا الكلام. فالأخير السطر الأخير مهم، البسيطة مثلا أو الهوايات أو الأشياء البسيطة في الحياة، ويمكن أن تكون مصادر السعادة مادية أو روحية أو اجتماعية، مادية أو روحية أو اجتماعية، يعني مش كلها مادية. بعضهم يقول لك سعادة فلوس، جيب فلوس انا اكون سعيد، ما في فلوس ما اكون سعيد، لا مش كل شيء فلوس، ولكن هو واحد من الاشياء اللي ممكن تكون السعاده او ممكن يكون مصدر من مصادر السعاده. فبس يا جماعه كذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبك الفيديو. اذا عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات، وزي ما شفتوا هذا الموقع ممكن يساعدنا كثير في دراستنا في بحثنا في كل شيء، بدل ما تدور في جوجل خلاص زي الايام العاديه وتدور على الموقع وتدخل تقرا هنا وتقرا هنا، هذا تساله يعطيك الجواب على طول بدون اي تعب. فأتمنى ان احنا نستخدم هذه المواقع في الاشياء الايجابيه، الاشياء اللي تفيدنا في حياتنا في دراستنا في اشياء ايجابيه. فبس كان معكم اخوكم مصدق مع نافع. اذا عجبك الفيديو اشترك في القناه، نحب نوصل 100,000 مشترك، وشارك الفيديو مع اصدقائك، ورابط انستغرام حقي بيكون تحت في صندوق الوصف. ضيفني هناك، عندك سؤال عندك موقع تحب نزوره بالصيف ارسل لي اياه. وبس اشوفكم على خير، تحياتي لكم، بيس اوت.